خليني أسألك سؤال بس تجاوب عليا بصراحة. لو انت قاعد مع حد وفجأة وقع ورجله اتكسرت والعظم بان منها وما بقاش قادر يمشي عليها، هتقول له قوم 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 بسرعة نصلي ركعتين كده لربنا علشان خاطر تبقى كويس ورجلك تخف؟ ولا هتجري بيه على المستشفى وانتوا في الطريق تدعوا انها تطلع بسيطة وانه يتعالج بسهولة والموضوع ما يبقاش اوفر؟ اكيد يعني، والمنطقي ان انت هتاخده الدكتور. طب ليه لما حد بيجي يقولك أنا موجوع من جوه، أنا عندي اكتئاب، أنا متضايق، أنا أفكاري داخلة في بعض وعندي أفكار سوداوية، أو عندي وسواس، أو عايز لا قدر الله أخلص من حياتي، بتقوله أنت بس بعيد عن ربنا ومصلي وحافظ على أذكارك واستغفر وأنت هتبقى زي الفل؟ تمام، ما هو لازم كلنا نصلي ولازم كلنا نحافظ على أذكارنا ولازم كلنا نستغفر، بس ايه علاقة ده بالعلاج؟ لما حد يكتب بوست ويقول لي يا جماعة حد يعرف دكتور نفسي كويس، والاقي كل الكومنتات واحد كده قاعد في بيتهم من ورا شاشة بيكتب له صلي وادعي ربنا وشايف ان هو كده بينصر الاسلام، انت كده بتوجعه، انت كده بتقتله. انت بتقتله مرتين مش مرة من المرض اللي هو فيه والوجع اللي هو فيه واحساسه ان محدش فاهمه ولا حاسس بيه، وانه يبدأ يشك في نفسه ان هو بيتهيأله وان هو موهوم وانه زي الفل. والمرة التانية بتقتله بإحساس الذنب إن هو مقصر من ناحية ربنا، مع إن هو ممكن يكون ملتزم عادي ومفيش مشكلة يعني. الحقيقة اللي انت لازم تعرفها ان اللخبطه في كميه المخ زيها زي السكر زي الضغط زي اي مرض عادي جدا. اللخبطه في كميه المخ بتطلع لك اضطرابات زي الاكتئاب والوسواس والزهايمر وشويه كده اضطرابات وامراض كتير قوي، لازم نعترف بيها ونعترف ان لازم تروح لمختص زيه زي دكتور الباطنه زي دكتور السكر. باختصار، السعي للدكتور هو قوه الايمان والتوكل على الله، لأن ربنا اللي أمرك بالصلاة هو اللي أمرك بالأخذ بالأسباب، فمش هناخد نص أوامر ربنا وهنسيب النص التاني. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. يعني ربنا خلى لكل مرض ولكل داء في الدنيا علاج، ما عدا كبر السن أو الشيخوخة لأن ده ما يعتبرش مرض. الدعاء والصلاة نور وسند، بيقوونا على رحلة العلاج ويدونا القدرة إن احنا نقدر نصبر ونعافر أكتر، لكن الدكتور هو اللي بيحط خطة العلاج، والدواء هو اللي بيظبط الهرمونات، والجلسات هي اللي بتبني عقل من جديد وتعمله ريفرش كده وتظبطه وتنظمه وتظبط الأفكار اللي جواه. ما ينفعش نلغي العلم باسم الدين، فلو انت تعبان فعلا عادي ان انت تطلب مساعدة، وعلشان تعرف انت حالتك محتاجة دكتور نفسي ولا أخصائي ولا معالج ولا لايف كوتش، لأن علم النفس فيه تخصصات كتير قوي. احنا كنا عملنا فيديو شرحنا فيه الفرق بالتفصيل، هسيب لك اللينك بتاعه في أول كومنت.